اهلا بيكم. قانون الاحوال الشخصية الجديد. اتكلمنا قبل كده كتير على قانون الاحوال الشخصية الجديد والمقترح اللي ماشي وايه طريقته، بس في ناس كتير طلبت مني ان انا اتكلم عنه تاني واقول ايه احدث الحاجات اللي موجودة في قانون الاحوال الشخصية الجديد. لو اتكلمنا على قانون الاحوال الشخصية الجديد هنلاقي انه في بنود اتظبطت بالنسبة للأب، وفي حاجات برضو بالنسبة لبعض الأمهات اتظبطت، ولكن في حاجات كتير قوي لسه ما اتضحتش، فمش عايزين نستعجل الحكاية. طيب تعالوا نشوف مثلا ايه اهم بنود الاحوال الشخصية اللي وضحت واللي بتهم الابهات 100%. هي فكرة الاب في المرتبة الثانية في الحضانة، وده خلى الاب يبقى بعد الام مباشرة. يبقى اذا في حالة لا قدر الله انه الام تتوفى، مش الجدة هي اللي هتاخد الولاد، لكن الولاد هيعيشوا مع ابوهم. طيب في حالة انه يحصل انفصال بين الام والاب، لو الام ما اتجوزتش هيبقى من حقها حضانة الولاد، لو الام اتجوزت هيبقى من حق الاب حضانة الولاد مباشرة. طيب سؤال بسأله طول الوقت، سن الحضانة هيتغير ولا لا؟ انا ماليش دعوة بانه سن الحضانة انا مع انه يتغير او ما يتغيرش، انا بكلم عن القانون ومش احنا اللي بنحط القانون يا جماعة. ما تقالش حاجة خالص عن تغيير سن الحضانة في القانون الجديد، وبناء عليه حتى الان اللي واضح انه سن الحضانة هيفضل زي ما هو، سواء اعترضنا او اتفقنا. سن الحضانة هيفضل 15 سنة للولد وللبنت، ما تقالش اي كلام انه هينزل سن الحضانة. لكن بعد السن ده بيحصل تخيير اذا كان يستمر معاهم او لا. الحاجة اللي انا بتمنى ان هي تبقى موجودة هي فكرة الرعاية المشتركة، متاح ان شاء الله. فكرة الاستضافة هيبقى الاب بياخدهم يوم في الاسبوع، وهيبقى بياخدهم اسبوع في اجازة نص السنة، وهيبقى بياخدهم ان شاء الله في الاجازة الصيفية فترات اطول. وانا شايفة ان دي فرصة كويسة انه الابهات يبقوا متواجدين في حياة ولادهم. انا كمان بتمنى فكرة الرعاية المشتركة انه الاسبوع يتقسم بالنص بين الام والاب، ويبقى الطفل فترة الويك اند كلها يا رب عند الاب، وبقية الاسبوع مع الام او مع الطرف الحاضن وغير الحاضن، فيحصل نوع من انواع الرعاية المشتركة بينهم هما الاتنين. الحاجة التانية الموجودة واللي مهمة انه فكرة الرؤية هتبقى مرتبطة بالنفقة. هتصرف على اولادك، هتشوفهم، مش هتصرف عليهم، مش هيبقى من حقك ان انت ترفع دعوة رؤية ولا تقول ان انا ما بشوفهمش. فارتباط الرؤية دايما هيبقى مرتبط بفكرة الانفاق ذات نفسها. كمان من الحاجات اللي اتقالت انه هيبقى في حد ادنى للنفقة 1500 جنيه، علشان دلوقتي في حد ادنى للاجور 2700، وبيقال ان هو ان شاء الله على شهر 6 هيكون وصل 3000. هيبقى في تقريبا حد ادنى للنفقات للزوج والاطفال نص الحد الادنى من الاجور، علشان يبقى في نفقة عادلة للصغير وللام المختلفة واللي لسه ما اتطلقتش. كمان نفقة المتعة هتتحسب بصورة واضحة شوية، ان هي هتبقى مش بس 48 شهر، لكن كل ما هتزيد المدة 5 سنين هتبقى النفقة هتوصل ل 40 شهر. 7 سنين هيبقى من حقها انها تاخد نفقة متعة 48 شهر. اكتر من كده 20 سنة جواز هيبقى من حقها انها تاخد نفقة متعة بتوصل ل 210,000 جنيه. فده هيبقى فيه زيادة في نفقة المتعة. هيبقى كمان من الحاجات اللي لازم تتعمل فكرة الملف الواحد لو في مشاكل زوجية، قاضي واحد اللي هيحكم في كل الدعاوى والقضايا الموجودة بين الزوجين بمنتهى السرعة، وهيبقى بيحكم بحقوق الزوجة إذا كان ليها حقوق تستحقها فورا، وإنه على الزوج إنه يقدمها فورا. كمان هيبقى في فكرة انه اعلام الزوجة بالزواج من اخرى قبل وقوع الزواج، يعني هتبقى تقول لها انا هتجوز، لو هي موافقة تمام مفيش مشكلة، لو هي مش موافقة هيبقى من حقها ان هي يتم تطليقها قبل زواجك.
وكمان فكرة توزيع الثروة المشتركة لسه موضحتش قوي، لكن بيقال انه الفلوس اللي هم عملوها مع بعض، والبيت لو اشتروا شقة سوا وهي حطت من مرتبها وهو حط من مرتبه والكلام ده كله، ده بيحصل كتير، وبعد كده حصل طلاق او انفصال، في الحالة دي برضو هيبقى بيقسموا الحاجات اللي عملوها مع بعض فيما بينهم. مش عايزه نستعجل قوي على القانون، انا عارفه انه الناس متحفزه قوي وكل الناس شايفه انه القانون ما بينصفش، الرجاله ما بيتنصفوش والستات ما بيتنصفوش. عايزين نستنى شويه ان شاء الله. اعتقد ان هو على شهر 6 بكتير القانون هيكون نزل للمناقشه والحوار المجتمعي، هنبدا نعرف ايه هي البنود، ونبدا نتفق او نختلف على البنود علشان قبل ما يدخل ويتعرض على البرلمان يبقى فيه تعديلات طبقا لاهوائنا. اتمنى يا رب انه قانون الاحوال الشخصيه الجديد يكون قانون منصف عادل للاسره، رجاله وستات، واهم حاجه زي ما انا بقول دايما مصلحه الصغير. فولو لايك واستنوني في معلومه قانونيه جديده.